في هذا الفيديو نستكشف كتاب أوامر الطاقة لجذب المال والثروة لنيوت كونديزي، وهو دليل تحولي يستعرض العلاقة المعقدة بين الطاقة والوفرة المالية. يؤكد كونديزي أن فهم ديناميكيات الطاقة المحيطة بالثروة أمر ضروري لجذب الرخاء إلى حياتنا. يقدم الكتاب مفاهيم قوية وأوامر عملية مصممة لتغيير طريقة تفكيرنا ومواءمة طاقاتنا مع تدفق الثروة. انضم إلينا بينما نناقش هذه المواضيع، ونقدم رؤى ممتعة ومفيدة لمساعدتك على تسخير قوة الطاقة في رحلتك المالية. القوة الطاقية والجذب. يعرف نيوت كونديزي في كتابه الطاقة الكونية بأنها القوة العالمية التي تربط جميع الكائنات الحية وتؤثر على واقعنا، خاصة في جذب الثروة. يؤكد أن تسخير هذه الطاقة أمر أساسي لتحقيق النجاح المالي. يتم تسليط الضوء على التفكير الإيجابي والنوايا كعناصر حاسمة، حيث إنها تشكل طاقتنا وتوائمها مع الوفرة. يشرح كونديزي أن الطاقة التي نرسلها إلى الكون من خلال أفكارنا ونوايانا تعود إلينا في النهاية، مما يخلق دورة من الجذب. من خلال فهم واستخدام الطاقة الكونية يمكن للأفراد تحسين قدرتهم بشكل كبير على جذب الثروة والرخاء. التصور الذهني والتأمل الطاقي. يوضح كونديزي في كتابه تقنيات قوية مثل التصور الذهني والتأمل الطاقي كأدوات فعالة لجذب المال. يصف التصور كطريقة لإنشاء صورة ذهنية واضحة للنتائج المالية المرغوبة، مما يساعد الأفراد على توضيح أهدافهم وتطلعاتهم. مع التأكيد على أهمية المواظبة على الممارسة اليومية، يشجع القراء على الممارسة بانتظام لتعزيز نواياهم. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التأمل الطاقي كأداة قيمة لتحسين التركيز على الأهداف المالية، مما يسمح للممارسين بمواءمة طاقتهم مع الوفرة وتنمية عقلية تساعد على جذب الثروة والرخاء. الأوامر الطاقية والكتابة النشطة. يقدم كونديزي مفهوم أوامر الطاقة كعبارات تأكيدية قوية مصممة لجذب الطاقة المطلوبة وتحقيق الوفرة المالية. تعمل هذه الأوامر كعبارات مقصودة توائم طريقة تفكير الفرد مع الرخاء. يشدد على فعالية الكتابة اليومية في إعادة برمجة العقل الباطن، مما يسمح للأفراد باستيعاب أهدافهم وتعزيز معتقداتهم الإيجابية. تشمل أمثلة أوامر الطاقة عبارات مثل: أنا أجذب الثروة بسهولة والوفرة تتدفق إلي يوميا. من خلال مواظبة ممارسة الكتابة النشطة باستمرار، يمكن للقراء تغيير أنماط تفكيرهم وتعزيز قدرتهم على جذب النجاح المالي الذي يرغبون فيه. تعديل المعتقدات والبرمجة الذاتية. تعديل المعتقدات السلبية عن المال أمر ضروري لتحقيق النجاح المالي، حيث إن هذه المعتقدات غالبا ما تخلق حواجز ذهنية. تشمل المعتقدات السلبية الشائعة أفكارا مثل المال صعب المنال أو لا استحق الثروة، والتي يمكن أن تعيق التقدم. للتغلب على هذه القيود، يقترح كونديزي استبدال المعتقدات السلبية بتأكيدات إيجابية مثل: أنا استحق الوفرة والثروة تأتي إلي بسهولة. ومع ذلك، فإن هذه العملية التحويلية تتطلب الوقت والالتزام، حيث إن ممارسة هذه التأكيدات باستمرار تساعد على إعادة برمجة العقل الباطن، مما يعزز علاقة صحية مع المال ويمهد الطريق لفرص مالية أكبر. التفاعل مع الفرص. التعرف على الفرص المالية والعمل عليها أمر أساسي لتحقيق الرخاء. إن الانفتاح على هذه الفرص يسمح للأفراد بملاحظة الإمكانيات التي قد تمر دون أن يلاحظها أحد. يشدد كونديزي على أن الحفاظ على الطاقة الإيجابية هو المفتاح، حيث إنها تجذب الفرص المناسبة المتوافقة مع الأهداف المالية للفرد. من خلال تنمية عقلية الوفرة، يمكن للأفراد تحسين قدرتهم على التعرف على هذه الفرص واغتنامها. بالإضافة إلى ذلك، فإن اتخاذ خطوات استباقية مثل بناء العلاقات واكتساب المعرفة وتحديد أهداف مالية واضحة يمكن الأفراد من التصرف بحسم، مما يؤدي في النهاية إلى نجاح أكبر ورضا في رحلتهم المالية. الشكر والامتنان. يلعب الامتنان دورا حيويا في جذب الثروة من خلال تعزيز تدفق الطاقة الإيجابية في حياتنا. عندما نعبر عن الامتنان، نغير تركيزنا من الندرة إلى الوفرة، مما يخلق اهتزازا قويا يجذب المزيد مما نقدره. يوضح كونديزي أن الاعتراف المنتظم والاحتفال حتى بالبركات المالية الصغيرة يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الوفرة المالية العامة. من خلال تنمية ممارسة الامتنان، يمكن للأفراد تعزيز عقلية ترحب بالرخاء. يتم تشجيع المشاهدين على دمج تمارين الامتنان اليومية مثل كتابة اليوميات أو التأكيدات اللفظية لتعزيز ارتباطهم بالثروة وتحسين رحلتهم المالية. التطبيق اليومي والمثابرة. يشدد كونديزي على أن الجهد المستمر ضروري لمواءمة طاقة الفرد مع الوفرة المالية. إن دمج تقنيات مثل التصور والكتابة النشطة وتعديل المعتقدات المحددة يخلق إطارا قويا لتحقيق الرخاء. يعزز هذا النهج الشامل النوايا الإيجابية ويقوي العقل الباطن. من المهم الحفاظ على عقلية إيجابية حتى عندما لا تكون النتائج مرئية على الفور، حيث إن المثابرة في هذه الممارسات يمكن أن تؤدي إلى اختراقات كبيرة بمرور الوقت. إن تبني هذا الالتزام يمهد الطريق في النهاية لتحقيق النجاح المالي الدائم والرضا. شكرا لكم على استماعكم لهذا الملخص. إذا استمتعت بحلقة اليوم، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في قناتنا. اقرأ لي كتابا من فضلك.
إلى اللقاء في حلقة جديدة مع رحلة جديدة نحو المعرفة.